في مرة 3 كذابين كانوا ماشيين في الشارع وفجأة لقوا دولار مرمي على الأرض. قال واحد منهم: يلا كل واحد فينا يقول أكبر كذبة عنده، واللي كذبته أكبر ياخد الدولار. الكل وافق، وبدأ أول واحد يحكي كذبته. اعمل لايك واشتراك يا حبيب الملايين. قال: أبويا كان عطار بيلف البلاد بالعطارة، في يوم اشترى بيض وحطهم تحت الفرخة وفقسوا الكتاكيت، منهم كان في ديك ضخم، ولما كبر الديك أبويا كان بيركبه ويلف بيه في البلاد. الديك اتعور في رجله، أبويا وداه للدكتور البيطري. الدكتور قال: دق نوى البلح وحطه على الجرح. عمل كده وطلع من مكان الجرح نخلة كبيرة مليانة بلح. الجيران كانوا بيرموا النخلة بالطوب لحد ما تكون وادي من الطوب. أبويا خد معاه الفلاحين وزرعوا بطيخ في الوادي، ولما البطيخ استوى فتحت واحدة ولقيت السكينة وقعت فيها. ربطت نفسي بحبل ونزلت جوه البطيخة أدور على السكينة، ولقيت جواها ناس كتير. سألتهم إذا شافوا السكينة، قالوا آه، وبعدين ربطت نفسي وطلعت. الاتنين التانيين بصوا لبعض وقالوا له: خلاص يا عم خد انت الدولار.